لو انت قلبك ضعيف فالفيديو ده مش علشانك، لان جواه قصة رعب. سواق ميكروباص من الوادي الجديد راح يستلم عربية اول مرة يشتغل عليها، فصاحب العربية قال له خدها من الجراج غير لها زيت وروح الموقف خد دورك هناك. فالسواق بات في الموقف لحد نص الليل، فصيح على صوت حد بيخبط على العربية وبيقول له توديني حتة اسمها الزرقاء. والسواق قال له ما ينفعش، شوف لك عربية تانية لان مش انا اللي عليا الدور، وعرض عليه مبلغ مغري. فالسواق وافق على طول. وطول ما هم ماشيين في الطريق السواق سمع حد بيخبط على العربية، فالسواق بص على الزبون اللي جنبه لقى ايديه ثابته فقلق فشغل قرآن. فالزبون قال له لو سمحت وطي القرآن شويه. وبعد شويه الزبون قال له لو سمحت اقف ثواني هفك ميه، ونزل ومن بعدها اختفى وما بلوش اي اثر. فالسواق نزل يدور عليه لكن ما لقاهوش، فقابله سواق زميله ووقف له وقال له ايه اللي موقفك هنا؟ فحكى له على اللي حصل. فقال له العربيه دي انت اول مره تشتغل عليها؟ فقال له اه. قال له العربيه دي قبل ما تتوضب كانت عملت حادثه وكل اللي فيها ماتوا. اسرار بيخبيها مضيفين الطياره على الركاب. لو طلبت اي نوع قهوه في الطياره فهيجيبوا لك قهوه اسمها قهوه ديكا اللي هي منزوعه الكافيين، علشان المضيفين من مصلحتهم انك تكون نايم طول الرحله وما تقعدش توجع دماغهم من كتر الطلبات. اما الميه اللي بيستخدموها في عمل الشاي والقهوه هي نفس الميه اللي بيستخدموها في التواليت، وكلها بتيجي من خزانات مش نظيفه. ولو انت طولت زياده عن اللازم في الحمام فما تفرحش قوي لانهم ممكن يفتحوا عليك الباب من بره. اما اقنعة الاكسجين بتاعة الطوارئ فبتديك اكسجين من 15 ل 20 دقيقة بس.